السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية يا رب. واللي أول مرة تزورنا وتشاهد قناتنا ما تنساش تشترك تفعل زر الجرس تضغط على زر الإعجاب باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. في فيديو اليوم جيتكم بهذه الفطائر ولا المملحات اللي بزاف 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 بنان وبعجينة بزاف سهلة وخفيفة وتجي هشيشة، اللي كنت حطيت فيها 2 كيسان ماء دافي، حطيت ملعقه مليانه سكر وربع كاس زيت هكذا، وحطيت حبه بيض كامله. من الاحسن الماء يكون دافي ما يكونش سخون باش ما يطيب لكمش البيض ويفسد لكم الخميره. بعد ما حطيت هذيك المكونات ضفت ملعقه خميره تكون مليانه، وحطيت حوالي 3 ملاعق فرينه وضربتهم مع بعض. ديما الفرينه انا نحب نجمعها بالخميره باش ليه تخمر لي هكذا. بعد ما ضربت هاد المكونات بقيت نضيف الفرينه، والفرينه ديما نقول لكم غربلوها من قبل وضيفوها بالتدريج. ولهنا حطيت نصف ملعقه ملح، والملح يبقى حسب الذوق تاعكم، تبغوا كل واحد كيفاش يحب، تحبوا تخلوها مسوسه كما تحبوا هكذا. وضربت كل شيء مع بعض وراح نضيف الفرينه، والفرينه نضيفوها غير بالتدريج ونلموها عادي بيد تجمعوها، يعني ما تندلك ما والو، تجمعوها غير بيديكم هكذا. بقيت نلم فيها ومن بعد راح نضيف لها شويه تاع الزيت ونخبطها ونغطيها ونخليها تخمر على راحتها. يعني هذه العجينه تقدر تقولوا عليها عجينه ذهبيه، سهله في الخدمه تاعها وما تجيكمش تجي ناجحه معكم من اول تجربه، وتجي خفيفه وهشيشه وما تجيش معجنه خلاص. هكذا تبقاو تخبطوها، يعني ما تدوكوها ما والو، لان ضفت لها غير شويه زيت وخبطها غير شويه هكذاك وغطيتها وخليتها تخمر على راحتها. ورحت نوجد الحشو اللي كنت خديت بصل، وبصل يبقى حسب افراد العائله تاعكم. انا خديت حبه ونص هكذا وقطعتها هكا، قطعوها هكا شرائح. وراح نقلو البصل تاعنا هكذا، ومن بعد جبت مقله اللي حطيت فيها شويه زيت وراح نقلو هاد البصل تاعنا. شوفوا اولا في القل، شوفوا حطيت البصل واضفت عليه ملعقه سكر هكا باش يتكرمل يعطينا هذيك البنه الحلوه، فهمتوا؟ يعني بصل بالسكر يتكرم لكم غايه. بعد ما هكا حسيتو هكا بالدبال غير شويه، ضفت شويه توابل، وتوابل حسب الرغبه تاعكم حسب الذوق تاعكم. انا حطيت غير شويه راس الحانوت، يعني انا مش من عشاق التوابل نهائيا هكذا. حطيت غير شويه ومن بعدها راح نضيف لهنا ضفت الملح، وراح نضيف لحم مفروم. لهنا تنجموا تضيفوا دجاج مفروم، انا كان متوفر لحم حطيت لحم هكذا. وحاولوا تفتحوه هكذا بالملعقه باش ما يبقى لكمش هكذاك ملكد، لازم يتفتح معاكم عادي هكذا. بقيت نخلط فيه ومن بعد شوفوا، والبصل ضفت له حوالي هكا 3 ملاعق ماء باش ما يتلصقليش ويتحرق، يعني قليته بشويه ماء هكذا. ومن بعد ضفت الجزر حوالي 3 حبات هكذاك صغار وخليتهم يتقلوا. ومن بعد ضفت ملعقه طماطم، غطيتهم وخليتهم يطيبوا على راحتهم. وهذا الحشو تاعنا بعد ما طاب حطيته على جنب يبرد، ورحت نحضر صلصه الطماطم اللي كنت حطيت حبه طماطم كبيره اللي كنت رحيتها. وراح نضيف ملعقه طماطم مصبره، يعني هاد الصلصه اللي راح نحتاجوها باش ندهنوا بها الوجه تاع المملحات تاعنا، يعني هذه مش راح نضيفها في الحشو. ومن بعد اضفت القليل من التوابل، راح نضيف شويه ملح ونضيف كاس ماء باش يدينا هذيك الحموضيه تاع الطماطم. هذا ما كان، يعني ما فيهاش مكونات بزاف هكذا. وغطيتها وخليتها تطيب على راحتها حتى شربت كامل هذاك الماء. وراح نروحوا للعجينه تاعنا اللي لقيتها خمرت اقل من نصف ساعه، لقيتها خمرت ولات خفيفه. حاولوا تخرجوا منها كامل هذاك الهواء، وراح نقطعوها كويرات يكونوا كاملين متساويين ونفس الحجم، كويرات يكونوا صغار ولا متوسطين، ما تكبروش باش ما يجيكمش المملحه تاعكم كبيره هكذا. وديما استعملوا الفرينه فوق سطح العمل باش ما تبقاش تلصق لكم العجينه هكذا. حاولوا تكوروا العجينه تاعكم، قلت لكم كاملين يكونوا بنفس الحجم. وديما استعملوا الفرينه كي تبقاو تكوروا فيهم باش ما يتلصقوا لكمش في يديكم ويغلبوكم
هكذا. ولهنا كي تعودوا تكوروا في العجينه تاعكم تخرجوش من هذاك الهواء باش تجيكم خفيفه وليه تتخمر معاكم، يعني ما تقعدش تطول. هكذا انا بعد ما كورتها ليه نروح نحشيهم بالحشو، يعني نحل العجينه تاعنا ونحط فيها الحشو. هكذا بعد ما كملتهم راح نضيف لهم شويه فرينه وغطيهم خليهم على جنب، وبقاو تحشوا بهم زعما تحشوا في العجينه تاعكم عادي بالوحده. هكذا ومن بعد لهنا كنت نحل فيها بيدي ولقيتها محتاجه حلال. هكذا ما تكتروش الفرينه، غير شوي شوي حق ما تلصق لكمش برك. ولهنا في هاد المرحله تكونوا مشعلين الفرن تاعكم، يعني راح نطيبوهم في فرن يكون مسخن مسبقا. ولهنا في الحشو حطيت الجبن المبشور وراح نضيف الحشو اللي حضرناه مع بعض هكذا. وراح نغطو، حاولوا تضغطوا عليها غايه باش ما يخرج لكمش هذاك الحشو، وشكلوها هكذا. راح نزيد نحل معكم تاني حلوه بنفس الطريقه. وراح نحطهم في الصينيه نكونوا دهنينها من قبل باش من يطيبوا ما تلصقوناش. راح نضيفوا الحشو وراح نغلقوا عليها بنفس الطريقه. حاولوا تغلقوا عليها غايه، تقرصوا العجينه تاعكم غايه باش ما يخرج لكمش هذاك الحشو وهذاك الجبن بعد ما يذوب هكذا. حاولوا تشكلوها على شكل عين. ولنا راح نزيد تاني نشكل معكم الثالثه. حطينا الجبن راح نحطوا الحشو ونغلقوا عليها عادي بنفس الطريقه هكذا. نحطهم في الصينيتكم اللي يكونوا دهناها من قبل. وهذه هي صلصه الطماطم اللي كنا حضرناها. راح ندهنوا كامل الوجه تاع هاد المملحه تاعنا هكذا. حاولوا تدهنوا كامل سطح المملحه تاعكم باش يجيكم محمرين غايه، ويجي البنه تاعهم تلقاو فيه واحد البنه تاع البيتزا هكذا. وراح نزينوا التزيين دي يبقى اختياري. انا اضفت الجبن، نتوما كيما تحبوا تحطوا زيتون كيما تحبوا، ديما التزيين يبقى ليكم. انا حطيت غير شويه جبن ودخلتهم في الفرن يطيبوا. الفرن كان مشعل من الجهه العلويه والجهه السفليه، يعني من الجهه العلويه تكون نار هاديه ومن الجهه العلويه السفليه معتدله، وخلوهم يطيبوا. بعد ما يتخمروا بعد يتحمروا عفوا خرجوهم وشوفوا لي كيفاش يجوكم بزاف هايلين. مام العجينه تجي خاويه من الداخل ما تجيش معجنه. شوفوا مام الحشو يجي مفرمج وبنين. نتمنى تجربوهم البنات كما العاده. اذا جربتوهم ما تنسونيش من تعليقاتكم اسفل الفيديو. شكرا لكم بزاف على دعمكم وعلى تعليقاتكم الشابه. شوفوا العجينه تاعنا وتكون ما تجيش معجنه خلاص، تجي خفيفه وهشيشه وتجي طايبه. اذا خليتوها تقرمشت لكم في الفرن راح تجيكم هكذاك مقرمشه وفيها بنه ولا اروع. واخيرا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ومع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.